وإذا كان الدعاء عبادة فمن القواعد المقررة في ديننا أن العبادة لا تصرف لغير الله تعالى. هذا من قواعد الدين، كل شيء ثبت أنه عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل. فلا يجوز لأحد أن يصلي لأحد، ولا يسجد لأحد، ولا يركع لأحد، وهكذا الدعاء، فكل مدعو معبود، فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، لأن السؤال فيه إظهار الذل والمسكنة والحاجة والافتقار والاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودفع المضار، وكل هذا لا يصلح إلا لله وحده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. وقد قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه من الأنداد والأصنام وغير ذلك ما يملكون من قطمير، والقطمير هي اللفافة التي تكون على نواة التمر، أي لا يملكون من السماوات والأرض شيئا ولا بمقدار هذا القطمير الذي هو أحقر الأشياء، فكيف يدعون وهم غير مالكين لشيء من ملك السماوات والأرض؟ لأن الذي يدعى هو الذي يملك فيعطي، أما فاقد الشيء الذي لا يملك أحقر شيء كيف يسأل؟ وحالهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنها جماد لا أرواح فيها، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي لا يقدرون على ما تطلبون منها. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يتبرؤون منكم حين دعوتموهم فجعلتموهم شركاء في دفع المضار وجلب المنافع وغير ذلك مما لا يقدرون عليه، سويتموهم بالله، كما قال تعالى: ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لو بقيت تدعوه إلى يوم القيامة لا يستجيب لك، وهم عن دعائهم غافلون لأنه ميت. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فغير الله لا يملك شيئا، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ولا ينبئك مثل خبير، أي لا أحد ينبئك أصدق من الله العليم الخبير. قال السعدي رحمه الله: فتضمنت هذه الآيات الأدلة والبراهين الساطعة الدالة على أنه تعالى المألوه المعبود الذي لا يستحق شيئا من العبادة سواه، وأن عبادة ما سواه باطلة متعلقة بباطل لا تفيد عابده شيئا. فأصحاب القبور مهما بلغوا من العمل الصالح والتقى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لغيرهم أيضا نفعا ولا ضرا، ولذلك يدعى لهم ويستغفر لهم وتطلب لهم الرحمة والعافية والوقاية من العذاب، ولا يطلب منهم ذلك. ولذلك من العجائب التي تشاهدها من بعض المسلمين من شدة الجهل والبعد عن معاني القرآن، لأن المسلم لو قرأ الآيات وقرأ القرآن وتأمل أدنى تأمل في القرآن لبان له الأمر بأوضح بيان. من العجائب أن الرجل الصالح يمرض ويشتد به المرض
وتنقطع به أسباب العلاج ولا يجدون له شفاء فيموت، فيأتي الجهال لقبره يسألون منه الشفاء ويرجون منه العافية، هو لم يملك ذلك في حياته لنفسه، أيملكه لغيره بعد وفاته؟ أنت تصلي على الميت وتدعو له بالرحمة والمغفرة وتسأل ربك أن يقبل دعاءك فيه، ثم إذا دفنته دعوته، أين العقل؟ وفي الآية التي قرأها النبي عليه الصلاة والسلام بعد قوله الدعاء هو العبادة، وهي قول الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، دلالة على أن ترك الدعاء استكبار عن عبادة الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه.